انا وجوزي متجوزين مع بعضينا وبنحب بعض جدا جدا، بقالنا حوالي 10 سنين. 10 سنين متجوزين وبنحب بعض قوي قوي، وكل حياتنا بصراحة جميلة وفيها سعادة وهنا وحب. نحب بعض قوي قوي انا وجوزي، بس في مشكلة عندنا خطيرة قوي قوي. القصة بتقول ان في مشكلة عندنا خطيرة. ايه المشكلة الخطيرة اللي عندنا؟ ان جوزي ما بيخلفش. طب انا بحب جوزي جدا، وجوزي بصراحة مهنيني ومدلعني وحلو كله بيجيبهولي. مش قادرة اقول لكم بصراحة، يعني انا لو طلبت منه لبن عصفور بيجيبهولي. يعني جوزي بيحبني قوي قوي، مش قادرة اسيبه والله. وهو برضو بيحبني، بس صدقوني على العكس من كده، لو انا ما بخلفش كان جوزي اتجوز وسابني. واخدين بالكم ازاي؟ فالمهم يعني ايه، جوزي ما بيخلفش وانا زعلانه جدا جدا. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ كل يوم بيمر بعد التاني انا وجوزي بنفكر مع بعضينا ايه نعمل ايه مع بعضينا. يقولي مش عارف نعمل ايه مع بعضينا. جوزي حزين وزعلان قوي، بيقولي انا نفسي في عيل يملى البيت علينا، يلعب يدخل ويخرج. يا بنتي نفسك يلعب ويلعب بيها، اشوفه قدامي رايح جاي. هات فلوس يا بابا اجيب حاجات حلوه. انا كمان نفسي في عيل، مضحكش عليكم مكذبش عليكم، نفسي في عيل. بس انا بحب جوزي مش قادره اسيبه، هو حنين عليا وطيب قوي بصراحه، وعمري ما هعوضه تاني. بصراحه عمري ما هعوضه تاني. في يوم انا وجوزي قعدنا نفكر مع بعضينا، بقول له ايه، انا بحبك قوي. جوزي وانا كمان. طب تحب نعمل ايه؟ نتبنى عيل من الملجأ. يقول لي بصي انا مش عارف اقول لك ايه. نتبنى عيل ازاي؟ قلت له طب نعمل ايه؟ تيجي ابن اخوك يقعد معانا. يقول لي برضه مش عارف. طب هنكون موضعنا ايه ولا وضعه ايه معانا؟ في الاخر هنعلمه ياخده. طب نجيب ابن اختي يقعد معانا. طب نتبنى عيل من الملجأ. يقول لي برضه مش عارف. نفسي اجيب عيل من صلبي. قلت له طب اعمل ايه؟ انا نفسي احقق لك ان انت عايزه، انا بحبك قوي قوي. نفسي بصراحه اخليك احسن واحد في الدنيا. نفسي يكون عندك عيل كده جميل امور كده يلعب معاك، ويقول لك يا بابا اقعد العب معايا باللعب بتاعتي، وده لوحده نعملها له ونحط له لعب في اوضته يلعب بيها، ويجي طول النهار في الشقه رايح جاي حوالينا، نقعد نمسكه في ايدينا ونفرح بيه. كل يوم نفكر في القصه دي والمشكله دي. المهم جوزي ما خدبش خبر. لقيته جاي من بره في يوم كده من الايام من شغله، بيقول لي بقول لك ايه، انا عندي ليكي خبر مهم قوي، هعرض عليك حكايه، هتوافق عليها؟ قلت له بصراحه انا مش عارفه. انت ايه فكرت في حاجه؟ ايه الدكتور قالك ان انت هجيب خلاص عيال قريب هتخلف؟ ما تقول لي في ايه، شوقتني حيرتني معاك في ايه. لقيته بيبص لي قوي قوي وعمال يقول لي هقول لك على حاجه مش هتزعلي مني. قلت له لا مش هزعل منك يا حبيبي، انا عمري ما هزعل منك. قولي على الخبر اللي انت عايز تقوله لي. قولي هقول لك على حاجه، انا عندي فكره حلوه. قلت له اه. قال لي مش انت كل يوم بسيبك هنا لوحدك وتطلعي تجيبي الخضار، تبعتي للبوابه اجيب لك الخضار واكل البيت وحاجات البيت؟ انا بخاف عليكي تنزلي الشارع تجيبي حاجاتك، فانت بتجيبي البوابه او مراته يعني يشتروا لك الحاجه اللي انت عايزاه، او برضه تنضف لك الشقه مثلا او كده يعني. هما ناس طيبين كويسين. قلت له اه صح انا بعمل كده. البواب ساعات بيجيب لي الخضار بتاعي ويجيب لي طلبات البيت عندي. انا ما بحبش انزل كتير عشان انت بتحبني وبتغير عليا، انت عارف ان انا جميله قوي، جواني فتان يعني. يقول لي اه طبعا، يعني انت عايز اعمل ايه؟ هقول لك على حاجه، في فكره جت في دماغي حلوه قوي. قلت له اعمل ايه؟ قال لي دلوقتي انا عايز جوز اللي هو البواب ده يحل مكاني، يقوم بدالي. قلت له يعني ايه يقوم بدالي ويحل محلي؟ يعني ايه تقصد ايه؟ مش فاهمه، وضح اكتر. قال لي فاهم سيبك لوحدك كل يوم ولا تحب اكون معاكي في الموضوع اللي انا هقولك عليه؟ قلت له يعني تقصد ايه؟ قال لي البواب ده طويل وعريض قوي
وضخم جدا، وانا متأكد جدا ان بتاعه هيكون طويل قوي وممتع وعريض بتاعه، لان انت الباب ده ضخم، ده فريدي بقى وبياكل ايه وكرشه قدامه ايه. لا، ده اكيد بتاعه هيمتعك قوي. قلت له ايه ده اللي بتقوله ده؟ انت عايزني اتجوزه واسيبك؟ ازاي مستحيل اسيبك واتجوزه. قال لي لا يا هبله مش كده. قلت له امال عايز ايه؟ امشي معاه علاقه شمال؟ اي لا مش علاقه شمال ولا حاجه، عشان نجيب عيل يقعد معانا ربنا ونحب نفرح بيه. يعني عايز يعمل ايه؟ قال لي هكون معاكي في اللحظه اللي هيكون فيها معاكي، انا هكون قاعد جنبك في الاوضه وابص عليك بطمن عليك، ده انت مراتي اللي انا بحبها. لا بس انت مش، انت بتغير عليا. طب زي تشوف واحد نايم معايا يستمتع بيا ويتمتع بيا. قال لي لا ما تخافيش، ما عشان نجيب عيل يقعد معانا. قلت له خلاص اللي انت عايزه وانا تحت امرك. قال لي خلاص اكلمه من بكره. قلت له لا ما تكلموش، انا ليك عليا اعمل معاه حركات كده يعني ايه، واخليه يقعد معايا من غير ما ياخد باله كده ايه. انت عارف بقى حركات الستات، انا ممكن اتدلع عليه حركه كده مني انا رمزه كده في كلمه في حدوته، ونقعد مع بعضينا. وانا ايه هتكون معانا؟ قال لي مش عارف انت عايزه ايه. قلت له عايزه حتى لو كنت معانا مش مشكله. خلاص ليك عليا بكره ان شاء الله. هو بيجيب الخضار خليه يطلع الشقه عندنا ودخل الخضار المطبخ. وانت عارف بقى الباقي هيحصل ايه. قال لي خلاص مش مشكله، انا بكره هكون في الشغل وهحاول اجيلك بدري. مش عارف بس يا رب احضر العلاقه هتحصل بينكوا دي بكون موجود. قلت له خلاص انا خلاص فهمت انت عايز تقول ايه، وان شاء الله هنجيب عيل ان شاء الله يفرح قلبك ان شاء الله. وفعلا كنت خرج الصبحيه راح شغله، ندهت على البواب من البلكونه قلت له اطلع انا عايزاك. قال لي ايه هجيب لك خضار زي كل يوم واللبن والعيش والحاجه والفطار؟ قلت له ما انت عارف كل يوم الحاجه اللي بتجيبها لي. قال لي خلاص. المهم البواب طلع، طبعا البواب زي ما انتوا عارفين بقى طول بعرض بجمال بقى وايه، من الرجاله بقى اللي هم كبار تخين بقى وطوال بقى وعراض وبتاعه بقى ايه ما اقولكوش، طويل قوي وعريض بقى وبيمتع قوي. فالمهم دخل الشقه عشان ياخد الفلوس واستبعتوا الحاجه اللي هيجيب لي فيها الخضار. قلت له بقول لك ايه تعالى نتكلم في اوضه النوم مع بعضينا عشان عايزاك في موضوع. ازاي يا اوضه النوم؟ قلت له تعالى بس تعالى انا عايزاك جوزي مش موجود، تعالى بس اقول لك، تعالى بس انا عايزاك في كلام. دخل اوضه النوم، رحت ايه رايحه مرميه على صدري قلت له العظمه بسرعه كده وخليك قاعد كده بالبوكسر بتاعك واقول لك على حاجه حلوه. قال لي هتقولي ايه؟ قلت له انا نفسي فيك من زمان، انا عايزاك من زمان. طب وجوزك؟ قلت له ما تخافش ما جوزي مش موجود، ما تخافش مش هقول له على حاجه، المهم ما اضحكش عليكم وما اكذبش عليكم. رحت قلع هدومي كلها ومرميه في حضنه. قلت له تعالى نام عليا بسرعه. قال لي يعني ايه؟ قلت له بتاعك نفسي فيه من زمان، بتاعك حلو انا بوصله بقالي كتير، نفسي يمتعني كده ويدلعني وياريت ننام مع بعض كل يوم كده لمده اسبوع. قال لي يعني ايه؟ قلت له انا عايزاك وبحبك. قال لي وجوزك؟ قلت له ما تقلقش ممكن نسيب بعض انا وجوزي ونتجوز انا وانت ومراتي. قلت له نطلع نقعد مع بعض كل يوم انا وهي، انا وانت وهي برضه هنا وهنا. ما انت ما شاء الله عليك طويل وعريض وبتاعك بيمتع جامد يعني، بتاعك تخين وطويل وحلو. قال لي على رايك ابقى هنا وهنا وهنتجوز وعلاقتنا هتبقى ايه؟ علاقه شرعيه. هو الحقيقه انا وهو نمنا مع بعض يعني، بس ما اضحكش عليكم واقول لكم استمتعت بيه قوي، ده بتاعه طويل وتخين قوي وجميل، الله عليه الله، حضنه جميل، صدره حلو، واحد يحضن ويبوس في صدري وينام على صدري ويحضني وياخدني في حضنه ويبص بقي ويبص بقه. والعلاقه بينا قعدت 3 ساعات، قعدت انا وهو نبص في بعض ونحضن في بعض، بس بتاعه ما اضحكش عليكم ايه متعني قوي 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 قوي، خلاني هطير من الفرحه. يقول لي ايه؟ بقول لك ايه انت كده مش هقدر انساكي ابدا. قلت له خلاص كل يوم تعالي نعمل العلاقه دي مع بعضنا 3 ساعات. جوزي بيخرج كل يوم لمده اسبوع العلاقه دي
اسبوعين 3، وبعد كده نسيب جوزي انا وهو ونتجوز بعديها، ايه رايك؟ قال لي وانا موافق على كده. قلت له قوم خد دش بقى يلا، وانا هاخد دش بعدك، خد السبت وشنطة الخضار وهات لي حاجة نفطر مع بعض ان شاء الله. قال لي كده؟ قلت له اه. قال لي خلاص انا موافق. بقول لكم ايه، يا ريت في التعليقات والكومنتات تكتبوا لي نور حبيبتي، وانا هرد عليكم واقول لكم، هقول لكم على كل حاجة، هرد عليكم واقول لكم كل حاجة ان شاء الله حلوة، واديكم ابعت لكم قلب ان شاء الله. بس ابعتوا لي الايه نور حبيبتي، وان شاء الله كملوا يا ريت تكملوا الفيديو النهاية وتسمعوه، وتسمعوا قصة ديارة، قصة جميلة قوي قوي. وعايزاكم تشتركوا في القناة معانا، وتكتبوا لايك للقناة ان شاء الله، والقناة هتكبر بيكم ان شاء الله حبايبي. ولا انتوا ايه؟ مش كده؟ مش انتوا حبايبي برضو؟ حبايبي يلا باي باي، يلا باي باي.